يعني الصدق لما الواحد يتعامل مع المريض بصدق هذا كثير ببين عند المريض، هن يعرفوا اكثر منه. الحمد لله. اكبر دعايه للدكتور هي النتيجه. اكيد أيوة. هم راح يعني يحكوا عن مالتي ابد. الله يسلمكم ان شاء الله معافين، وان شاء الله نشوفكم بالملاعب، جيبوا جوال وتبعتوا لنا. ان شاء الله. يعني نحن كلنا نجاح يتعلق بينا ثلاثتنا. الحمد لله. انا اشتغل نص ساعه، هو يشتغل يمكن شهرين، انتم تشتغلوا 6 اشهر. صح. اذا انت ما تشتغل على حالك، انا ومحمد ما نقدر ننجح العمليه. اي واحد خلل يكون بالثلاثه يكون تفشل العمليه، مو انه تفشل ما تاخذ النتيجه اللي بدك اياها. يعني هلا انت اذا ما تتعاون مع محمد مثلا، اي واحد فيكم اطوي ما يطوي، هو ما بالزور ما راح يطوي لك اشياء. صح. في تمارين فاعله وفي تمارين منفعله، في تمارين انت تساويها، في تمارين هو يساويها، في اجهزه احيانا تتدخل بالموضوع. فلازم الكل يكون متعاون حتى نحصل على نتيجه. سرعه باداء العمليه مثلا، هلا العمليه اثناء العمليه كل ما كان زمن العمليه قصير اكيد راح يكون الرد اقل، واكيد راح يكون النتيجه احسن، طبعا بجوده، يعني مو انه والله سريع وما يساوي شيء. الزمن بين الاصابه وبين العمل كمان، انه المريض يجي يسوي عمليه، هاي مهمه جدا يعني. كلش مهم. يعني هلا لاعب ينقطع رباطه بعد شهر، والله خف الوجع يروح يلعب. يقول انا اقدر العب، طبعا تقدر، بس بعد 3 سنوات تعال كل الغضاريف كلها راحت، وممكن الغضروف ما يكون مقطوع من اول اصابه ينقطع، لانه الركبه رخوه، اي حركه ينقطع الغضروف. فنحن مهم جدا انه اللاعب بعد الاصابه 3 اسابيع يجي يسوي عمليه. يا سيدي عاشت ايدك ان شاء الله، وان شاء الله هم اليوم جايين يفحصون ويضربون الاوراق. يلا خلينا نبلش لانه نحن مرضى مخدرين. قدام عندك شغل. يلا عطف كامل، بسط كامل، نحن البسط كثير مهم باول مرحله. عطف كامل، الرباط ما شاء الله ما في حركه ابدا. عضله بدك شوي تقويه العضله هي اكثر. يعني هو بدا دوام وما جاي يكمل في الخطايا. هلا فلازم تقوي العضله هي اكثر، بس الحمد لله وضعك ممتاز. نحن هدول الابر الزيتيات، الابره الزيتيه تغذي الغضاريف، تطري حركه الركبه شوي، يعني تساعد. يعني الابره نفس مكان مدخل التنظير. احنا هسه بسائل نتاكد شوي انه نحن ضمن المفصل، مشان الابره ما تضل تحت الجلد او كذا. وجعتك ما وجعت؟ وهو خايف مني. الحمد لله. انا خاف من الابره. يلا في داعي. بس تضغط عليها شوي. يمين. ياسر من الابطال اللي عندي. والله رباطك حديد ما شاء الله. رخي شوي. عطف كامل، بسط كامل، الرباط ثابت تماما. لا رخي شوي. هذا الصوت تسمعه؟ هذا صوت الرباط. رخي شوي. شوف هذا الصوت تسمعه؟ يعني تقريبا مثل بعض. صوت الرباط هون موجود وهون موجود. تعال، عضلاتك زينة. يلا ما أعرف شوي. أنت شوف ضغطها، عندك شوي سوفان. هاي الإبرة إن شاء الله تفيدك. يحتاجون إبرة ولا ما يحتاج؟ والله هاي الإبر يعني في هلا لاعبين كل سنة ياخذوا وحدة حتى المو مصاب يعني. هاي تغذي الغضاريف، تطول عمر الركبة. الركبة اللي فيها إجهاد وإذا الواحد ياخذها مو غلط. 4 أشهر العملية خطية. ما شاء الله، بس البسط كامل الحمد لله عنده. الحمد لله. وأنا هسه صار لي شهرين يما هو خطية. طبيعة جسمك. وراك؟ هاي مسميها جدر. هاي دكتور. هاي طبيعة جسمك هيك. ما شاء الله ممتاز والله، عضلتك قوية، يعني حركتك رجعت كامل تقريبا. ايه دخلتهم ملعب، انا كلهم هذول دخلتهم ملعب يعني. زينة ممتازة الحمد لله. لا ما تخوف، اسهل من ابرة عضلية. هو عندنا بس واحد يخاف. هذاك اليوم اجوا شباب، في واحد خاف وما اخذ وقعد هون، وبعدين لبس وقال ما اضرب. خطير. لا انا والله جبتهم زينين كلهم ذيك الوجبه. يعني خذوها بضحك وشقه. رخي حالك، حط راسك. هو مؤهل يعني.
لا رباطك زين الحمد لله. طبعا اهم شيء عاطف بسط عضلة، أشد العضلة هاي، يعني باقي 10% العضلة تقريبا. اي متارك صار شهر. اي هنا فرقتين دي. ممتاز ما شاء الله. عن يمين اي الكلي ما شاء الله، رباطك حديد. شوف ما في مني حركة، شد العضلة هاي تمام، ممتازين والله. تعال أنت اللي كنت خايف؟ هاي خلصت. وجعناك ما وجعناك، يمكن الخوف اللي خفته. هو من صعد فوق الغرفة العمليات ضاعت وخاف من هاي الصوت مال. ايه في ناس يخافون. حط ايدك عليها ان شاء الله معافين يا شباب. السلامة حبيبي. والله كلكم جاهزين، بس يعني اذا الواحد ياخر شهر شهرين احسن. حكيت لهم. اي يعني كل ما تستعجل احسن. انت باقي 6 شهور خليك 7، باقي 7 خليك 8، يعني يفضل قبل 8 الواحد ما يفوت بشكل عنيف يعني. هلا بصراحه بالدراسات الحديثه في ناس هلا شو اسمه ماني صار له 3 شهور راح يبلش يلعب يعني، بس ابراهيموفيتش لعب قطع مره ثانيه، رونالدو لعب انقطع مره ثانيه. والله انت 8 اشهر اول لاعب. ايه ميمي 4 اشهر اهل بس كمل 6 اشهر رجع انقطع عليه ما كمل صح. تأهيل نحن الرباط بده وقت ليصير قوي، ياخذ ترويه. صح. فكل ما تتاخر شوي احسن. يعني انت مو لاعب نادي؟ لا تاخر شوي احسن. كابتن محمد علي من مركز اكتف، اليوم جيت خصيصا للدكتور سعيد. اولا انا ازوره وسمح لي ادخل اليوم غرفه العمليات اشوف احدى عمليات المرضى، والحمد لله صارت اليوم وجيت عمليتين وشفتها اليوم الحمد لله. وشفت الدكتور سعيد. اهلا وسهلا فيك. نحن اليوم عندنا ضيف عزيز نحن من مركز اكتف. صراحه هو يتابع كثير من مرضانا والحمد لله نتائج جيده. الحمد لله. طبعا دائما نقول نجاح الرباط يعني التكاتف بين الدكتور المعالج. فنحن نحب انه يشوف شو عم يساوي مشان لما يساووا العمليه يعرفوا اصابه المريض لأن دائما يسألون المرضى عن الآلام اللي تصير في مكان البرغي أو مكان الرباط. لا أنا جيت أشوف يعني 90% من آلام المرضى بيكون بسبب تأخير العملية، بيكون تقرح بالفصل أو سوفان أو كذا. إصابة الغضروف أحيانا تسبب آلام. فنحن هيك حبينا نشوف على الواقع. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. أشكرك دكتور. ربي يحفظك وإن شاء الله شفاء جميع المرضى. أهلا وسهلا. شفت العملية نص ساعة خلصت. الحمد لله. أنت ما طولنا نص ساعة. هي المشكلة تطول يمي.